معايا دلوقتي ومعاكم على الهوا الاستاذ ناصر امين المحامي ورئيس مركز استقلال القضاء. استاذ ناصر اهلا بيك في ميدان التحرير. اهلا وسهلا. استاذ ناصر، يعني دلوقتي في يعني الخبر انه في يعني مجموعه 7 دعاوي قضائيه لوقف الاستفتاء على التعديلات الدستوريه، بينضم ليهم كمان بالراي ولا مش بالدعوه القضائيه، بالراي الدكتور محمد البرادعي اللي طالب بالغاء النهارده على صفحته، طالب بالغاء الاستفتاء على التعديلات الدستوريه. هل بتتفق معايا انه المطالبه بالالغاء ليوم الاستفتاء دلوقتي بقى متاخر شويه، ولا مازال وارد المناقشه في هذا الاطار؟ لا، انا بتصور ان يعني نحن لسنا في عجله على الاطلاق، ومن يحاول ان يثير حاله من حالات الفزع والتوتر والارتباك والتخبط باعتباره مناخ سائد الان هي حاله وهو امر غير طبيعي. المصريين الان فرصتهم الذهبيه في تطهير بلادهم، فرصه ذهبيه لاعاده بناء كل قواعد الدستور المصري بشكل محترم وبشكل هادئ وبشكل أكثر احتراما لمعاني الديمقراطية وحقوق الإنسان. نحن نادينا بذلك منذ اللحظة الأولى لإجراء هذه التعديلات، لأننا اعترضنا على تشكيل اللجنة التي اعترضنا على طريقة اختيار اللجنة، واعترضنا على تشكيلها، ثم اعترضنا على مخرجات هذه اللجنة لأنها بالفعل لم تأتي من خبراء دستوريين كفء وأكفاء. وكنا قد أبرزنا أن هناك ملاحظات على أعضاء اللجنة رغم احترامنا وتقديرنا الشديد للدكتور طارق البشري والمستشار طارق البشري، وأتصور أنه لا يمكن أن يكون راضي على الإطلاق على هذه التعديلات. هذا من حيث الشكل. من حيث المضمون، التعديلات هي محاولة آسف في هذا التعبير، محاولة لترقيع الدستور المصري وليس لا، هو تعبير بقى شائع يا استاذ ناصر، يعني الكلمه دي بنسمعها كتير اليومين دول. انا بقول ده، انا اسف فعلا ان انا بقول دوت، لكن انا مضطر فعلا اقول دوت لان الحاله يعني احنا كنا حذرنا منذ اللحظات الاولى لاعمال هذه اللجنه واللجنه السابقه، ولكن الان فعلا اصبح لدينا يقينا بان هناك اصرار على استخدام ذات الاليات وذات الادوات التي كانت تستخدم في النظام السابق في التعامل مع الدستور والمواد الدستوريه. الفرصة الأولى والأخيرة بالنسبة لنا هو أن نسري على ذات كل الثورات التي قامت في العالم في العصر الحديث، وهي أنه فور وجود الثورات بيتم الوقف بالعمل بالدستور، وهذا تم بالفعل عندنا لدينا في مصر. الخطوة الثانية هي إعلان دستوري، والإعلان الدستوري عايز أقول الخط قطع، يبدو ان في جهه ما زعلانه من الكلام ده ولا ايه، لكن الخط قطع. هنحاول نرجع تاني لناصر امين المحامي رئيس مركز استقلال القضاء، وبرضه لانه قدامي رسائل كتير الناس يعني في حاجات مش واضحه او مش فاهماها. في مثلا جزئيه التساؤلات فيها كتير، وهي انه ماذا لو الناس راحت واستفتت وقالت لا للتعديلات الدستوريه؟ يعني هل في سيناريو واضح للمسألة هيحصل كذا؟ يعني حد يقول لنا انه احنا عارفين لو قلنا نعم والناس كلها قالت نعم او نسبة كبيرة قالوا نعم يبقى هنمشي في اي خط، خلاص ده شرحناه. لكن لو الناس قالت لا للتعديلات الدستورية ايه اللي هيحصل؟ السيناريو هيبقى عامل ازاي؟ رجع لنا تاني الاستاذ ناصر امين المحامي. استاذ ناصر، كنت بتكلم ان قدامي يعني التساؤلات، الناس فاهمه، خلينا يعني نشاركك في ده. الناس فاهمه انه في حاله الاغلبيه قالت نعم للتعديلات الدستوريه الطريق رايح فين؟ طيب في حاله ان الناس قالت لا للتعديلات الدستوريه بالاغلبيه، مفيش سيناريو واضح، خلينا نقول انه هيحصل كذا كذا. لأن التعديلات الدستورية هي جاءت بالفعل تعديلات على بعض مواد من دستور معطل، وهذا أمر غريب وشاذ في التحولات الدستورية أو التحولات الثورية زي ما احنا بنقول. عندما تحدث الثورات يعني دعني يعني أعرض لك المسار الطبيعي للأمور، ومن هنا يمكن أن نتفهم ما هي الملاحظات على التعديلات الدستورية. المسار الطبيعي للأمور فور حدوث الثورات يتم وقف الدساتير السابقة فورا، ويتم إعلان دستوري منفرد من القيادة العليا للقوات المسلحة أو أي قوة تمتلك السلطة في البلاد في هذا التوقيت. إعلان دستوري مؤقت. إعلان دستوري مؤقت لمدة 6 شهور أو سنة حسب ما يكون. هذا الإعلان بيمنح أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه يمنح مشروعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة حكم البلاد،
لان المجلس الاعلى للقوات المسلحه حتى هذه اللحظه للاسف الشديد هو يستمد مشروعيته من تنازل رئيس الجمهوريه وتنحيه عن السلطه، وهذا امر بالغ الخطوره. يجب ان يستمد المجلس الاعلى للقوات المسلحه مشروعيته، وهي فرصه مناسبه للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، لان هناك حاله من حالات التراضي والحب والتأييد من المجلس الاعلى في ان يحدث اعلان دستوريا يعلن فيه في الماده الاولى ان يتولى اداره البلاد بموجب هذا الاعلان المجلس الاعلى للقوات المسلحه بتفويضا من الشعب المصري لاداره البلاد لفتره انتقاليه. ادي واحد. اثنين، يتحدث الاعلان الدستوري على الابقاء على كافه النصوص الدستوريه التي لها علاقه بالحريات والحقوق الشخصيه والفرديه، وايضا ضمان وسلامه الممارسه الحياه السياسيه، ثم يضاف داخل هذا الاعلان ايضا المواد المتعلقه باداره العمليه الانتخابيه سواء انتخابات رئاسيه او انتخابات برلمانيه. بعد الاعلان الدستوري هذا ويصدر دونما استفتاء، انا نتحدث عن اعلان دستوري يصدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحه يوافق عليه الشعب تماما بمجرد صدوره ويتم العمل به منذ اللحظه الاولى. بعد ذلك اصبح لدينا شرعيه دستوريه، بعد هذا الاعلان الدستوري اصبح لدينا شرعيه دستوريه، يستطيع المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان يعمل بموجبه لحكم البلاد دون ان يطعن على ذلك في المستقبل. ثانيا، يستطيع هذا الاعلان الدستوري ان يدير حكم البلاد. ثالثا، يستطيع هذا الاعلان الدستوري ان على اساسه يتم اجراء الانتخابات، اولا الرئاسيه حتى يكون للدولة رأس ورئيس يستطيع أن يدير حكم البلاد في مرحلة انتقالية. ثانيا، أن يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وهذه هي فرصة جمهورية مصر العربية أن تضع نفسها في مصاف الدول الديمقراطية العريقة عندما تبدا في وضع دستور جديد، ووضع دستور جديد ليس الان. نحن لا طب خلينا نبقى اكتر، يعني خلينا نقول انه المساله دلوقتي، لانه ده يمكن كل الاراء بتعرض طول الوقت والناس بتتكلم، لكن استاذ ناصر خلينا لازم نعترف ولازم الناس تبقى فاهمه انه الحكايه مش الخلاف للخلاف في مجمله، ولكن الخلاف لانه برضو المساله تحولت الى انه، وده امر طبيعي برضو وصحي، الى انه كل فصيل او تيار سواء يعني ظاهر بشكل كبير دلوقتي او غير ظاهر، في النهايه برضو بيشوف السيناريو او بيحسب المشوار بخطواته من وجهة نظره. خلينا لازم نعترف بده يعني، وهو ده اللي مفيش الكلام يعني مش واخد شكل حتى هذه اللحظة. تلاقي الناس قاعدة وبتتكلم وكل واحد بيتكلم من وجهة نظره، ومعروف وجهة نظره بتحمل ايه وايه محاذيره، ومع ذلك ما فيش مصارحة بده، وكأننا الناس شايفة الصورة كأننا الناس مش فاهمين بعض، يعني اتنين قاعدين مع بعض مش فاهمين بعض، بينما هم فاهمين بعض كويس جدا. المشكلة انه الطرف الثالث اللي هو اللي بيتابع وهو الناس احيانا بيبقوا مش واخدين بالهم من ده. يعني خلينا نقول انه برضو كل طرف بيشايف السيناريو بالطريقة اللي هي تبقى افضل ليه. مظبوط. تمام. هذا حقيقي، وربما هذا يكون ظاهرة إيجابية وصحية، وهي أحد قيم الثورة الجديدة التي لم نعهدها من قبل. لكن الذي يجب أن نشير عليه، وأشير هنا إلى هذه الملاحظات الدستورية باعتباري حقوقي ومحامي، وليس أنا لا أنتمي لأي حركة سياسية ولا خلينا نقول الحتة القانونية دي باعتبارك حقوقي ومحامي. هل ممكن قانونا كمان في هذه الظروف وفي هذا المنحنى اللي احنا بنمر بيه في اللحظة الحالية، هل ممكن، وانا في 7 دعوات قضائية لوقف الاستفتاء، هل ممكن بعد حدوث الاستفتاء يبقى بحكم القانون يتم الطعن قانونا على هذا الاستفتاء وانه غير قانوني؟ عايز اجابة اولا بنعم ولا لا؟ طبعا قولا واحدا. اذا التجأت الى محكمة القضاء الاداري واصبحت محكمة القضاء الاداري هي صاحبة الاختصاص في نظر مدى سلامة ودستورية هذا الاستفتاء وهذا التعديل وهذا التشكيل اللجنة التي اجرت هذا التعديل، فانت امام حكم قضائي، ولا يمكن ان نعود الى الماضي اذا صدر حكم من المحكمة الادارية العليا بهذا الشأن. نحن نتحدث عن ثورة تحترم سيادة القانون، تحترم محكمة القضاء، وبالتالي يمكن للمحكمة الإدارية العليا أمامها أمرين: إما أن تتصدى لهذه الدعوة وتحكم فيها بالرفض أو بالقبول، أو أنها تعلن عدم اختصاصها كمحكمة إدارية وتحيلها إلى المحكمة الدستورية العليا. وفي هذه الحالة تحال هذه القضية برمتها، سواء انعقد الاستفتاء أم لم ينعقد، إلى المحكمة الدستورية، وفي هذه الحالة تتصدى المحكمة الدستورية لمدى دستورية الاستفتاء من عدمه. يعني احنا عندنا إشكالية قد تكون قانونية ممكن تظهر وتفرض نفسها في حالة طبعا. هذا السيناريو اللي احنا ماشيين فيه. طبعا
طبعا لانك تتحدث عن اجراءات تعديلات دستوريه. هناك عديد من الخبراء والقانونيين والمحامين وفقهاء القانون الدستوري لديهم ملاحظات كثيره جدا، ولكنها لم تصنع في الفتره الماضيه. طيب. نتيجه خلينا نتعامل على ارض الواقع ونقول برضو عشان نجاوب على السؤال اللي سالناه من لحظات، وهو انه ماذا لو الناس قالت لا للتعديلات الدستوريه؟ السيناريو، هل السيناريو تخميني واحنا ما عندناش سيناريو واضح في الحاله دي ممكن يحصل ايه، ولا ساعتها هنقعد نفكر يحصل ايه؟ وده شيء الحقيقه مش كويس. للاسف الشديد انه في حاله ما اذا رفض المواطنين التعديلات الدستوريه فانه يوقف العمل بها فورا ولا يعتد بها، وتبدا المجلس الاعلى للقوات المسلحه يفكر في الخطوه الثانيه، وهي الخطوه التي ينادي بها الان انصار رفض التعديلات، وهي خطوه اعلان دستوري بدلا من تعديلات دستوريه. بس ده غير معلن بشكل صريح، يعني خلينا نقول انه حتى هذه الخطوه غير معلنه بشكل صريح. يعني انا ممكن لو ارتدت ممكن نفاجئ مثلا نسمع كلام من نوعيه طيب هنغير في التعديلات الدستوريه ونطرحها مره يعني وارد. اتصور ان من يفكر في هذا اذا ما رفضت هذه التعديلات في هذا الاستفتاء، فإذا فكر أحد في أنه يحدث تعديلات على التعديلات بعد رفضها، أتصور أنه يتسبب في ضياع وقت أكثر، لأن الشعب قال كلمته برفض التعديلات. الأسلم وهو الذي ننادي به هو أن يبدأ على الفور الشروع في إعداد مشروع إعلان دستوري يتضمن 20 أو 25 مادة تنظم كل شيء. طيب لو رفض التعديلات قلنا لا للتعديلات هيخلينا نرجع الى يعني هيحقق هدف الرافضين. اديني مبرر لمثلا الدكتور محمد البرادعي ومطالبته بحرارة بإلغاء الاستفتاء على التعديلات. طب ما هو خلاص، ما احنا لو دخلنا والناس قالت لا للتعديلات يبقى هيتحقق هذا الهدف. يبقى ليه الطلب على رفض الاستفتاء من حيث المبدأ؟ شوف انا ليس لي علاقه طبعا بالدكتور محمد البرادعي. لا انا بسال بس ليه حتى مش بس البرادعي وسبع دعاوى قضائيه اخرى لوقف الاستفتاء. طب ما يعني ليه ما نتجهش الى الصندوق، وفي حاله ان هو الرفض خلاص هيبقى الفكره دي اتحققت يعني. شوف، لانه اتصور ان فقهاء القانون الدستوري المصريين يرون في هذه التعديلات هي ولاده قيصريه وليس ولادة طبيعية لدستور أو لانتقال دستوري. هذا هو تقريبا هو السبب الذي يلتف عليه كل من يشعر بخطر هذه التعديلات ولا يرغب في إجراء هذا الاستفتاء. لأن هناك مسارين، مسار طبيعي ومسار جراحي شوية أو مسار أكثر عجلة. المسار التعديلات والاستفتاء عليها هو مسار أكثر عجلة، لا سيما أن التعديلات منحت فترة قليلة جدا لإعدادها وهي 10 أيام، ثم لم تطرح للمناقشه العامه. يعني دي ولاده قيصريه طبعا دي ولاده قيصريه لتعديلات دستوريه سوف ينظم عليها مؤسسات الدوله الدستوريه في المستقبل، سواء كان برلمان ولا شورى ولا رئاسه جمهوريه. هذا امر بالغ الخطوره، ومن هنا تاتي خطوره هذه التعديلات.